السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. حبيت نشارك معكم مربى المشمش، مادام رانا يعني في وقت المشمش وراه يعني الثمن تاعو مليح. خدمت يعني هكذايا عبر الصغير، حبيت نشارك معكم. راكم تلاحظوا في الطريقه يعني طحنتوه بالميكسور باش نخدموا به يعني كيك ولا حبيتوا يعني تدهنوا به الخبز. ما تنسونيش بالاعجاب، بارطاجوا الفيديو مع صديقاتكم ولا في الجروبات ولا مع بعضكم هكذا باش تكبر القناه تاعنا ويستفادوا من الوصفات تكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. عندي كما راكم تلاحظوا المشماش، انا عندي كيلو من المشماش. نقوه دائما اذا كان فيها حاجه تاع طاشه ولا هكذايا مجروح ولا حاجه نقوها بعد ما غسلناه بطبيعه الحال. من بعد نديروا معه السكر، نحولوا كامل هذوك العظام بطبيعه الحال، نديروا معه السكر. عندي كيلو مشماش نديروا معه 600 غرام سكر. الا ما كانش عندكم الميزان ديروا يعني اذا درتوا كيلو مشماش ديروا كيلو غير ربع سكر. هذه هي. من بعد ما خلطناها مليح خليته هكذايا كيما غطيته. بعد كل ساعه ولا نرجع ليه هكذايا نحركوه، كل ساعه نرجع نحركوه حتى ذاب كامل ذاك السكر. خليته حوالي 6 سوايع هكذاك. من بعد رجعت ليه درته في طنجره كما راكم تلاحظوا هكذا تكون شويه ثقيله، حطيته فوق النار وبقيت دائما فوق نحيلو هذاك الطبقه اللي دير هذيك الصفراء هذيك الرغوه، نحوها دائما بالملعقه. بدا معايا تقريبا ساعه. على كل حال درت معاه كما لاحظتوني شريحه نتاع الليمون. كي طاب نحيت هذيك الشريحه تاع الليمون. من بعد كما راكم تلاحظوا فيه يعني يبان لكم باللي هنايا كان طايب. اذا حبيتوا تخلوه هكذايا تخلوه، والا تطحنوه بالميكسور. من بعد حكمته كما هكذايا بالميكسور، طحنته كامل. كنا على كل حال حضرنا العلب قاروره كما هكذايا ولا علبه زجاجيه تكون معقمه بطبيعه الحال، نديروا فيها المربى تاعنا. وكي يكون سخون مباشره يعني وهو سخون نديروه في ديك العلبه المعقمه. راكم تلاحظوا في القوام نتاعو يكون هايل، يعني تكدهنوا به الخبز ولا يعني تقدموه مع الخبز ولا تدهنوا به الكيك. انا على كل حال حضرته هذا للكيك، حنا بزاف نحب نخدم به الكيك. هذه الوصفه تاعي نهار اليوم، نتمنى باش تجربوها، يعني طريقتي بزاف سهله وتعجبكم، تستفادوا منها. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.